النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الفراخ بطريقة سهلة وسريعة وهتوفر معاكي كمية كبيرة جدا. هنبتدي بالبرغل. عشان ننقعه معايا كوباية من البرغل، هحط عليها نص كوباية من المية المغلية وهسيبها على جنب عشان تشرب المية بتاعتها. في الوقت ده هيكون معايا خضار، معايا فلفل احمر وفلفل اصفر وبصلاية متوسطة وبصلاية صغيرة. هبتدي اقطعهم بقى عشان افرمهم كلهم في الكبة. هفرم البصل والخضار كده. بس اهم حاجة بعد ما تفرمي الخضار هتصفي المية بتاعته خالص، علشان الكفتة ما تفكش منك وما تستهلكيش بقسماط. هنفرم بقى كل الكلام ده مع بعضه فرم ناعم، وهتحاولي بقى تصفي المية بتاعته. اتفرم معانا كده زي ما انتم شايفين، اتفرم فرم ناعم خالص. هنزل عليه بالبرغل، بس اهم حاجة برضو البرغل انا صفيته من المية كويس قوي، عصرته جدا من المية. دلوقتي معايا 100 جرام من الدهن، اي نوع بقى حبيتي تستخدمي ليا، حبيتي تستخدمي دهن عادي، كله ماشي وشغال عشان الصدور بتبقى ناشفه. معايا 100 جرام من الدهن. هحط عليهم البهارات بتاعتنا، البهارات بقى اللي تعجبك. انا عندي هنا كزبره وبابريكا وال11 بهار، وبهارات الكفته دي مهمه وهتفرق فيها قوي. ومعايا ملح وفلفل ومعلقه من البيكنج باودر وورق بقدونس مفروم. هنزل بقى بالكلام ده كله وهقلبه كويس قوي. طبعا المعلقه هنا مش هتنفع، بايدينا على طول. هدعك كل الكلام ده مع بعضه كده وهسيبه يتشرب مع بعضه كده لمدة 10 دقايق لحد لما اجهز الفراخ. في الوقت ده انا غسلت الفراخ ونشفتها كويس قوي. هبتدي بقى افرمها فرم ناعم خالص. اوعي تنسي الدهن، لان الدهن ده مهم قوي. انتوا شايفين ان الصدر بيكون ناشف قوي، مفيش فيه اي دهون. كده انا فرمت الفراخ ورجعت تاني بالخليط بتاعنا، هو كده شرب بقى من بعضه. هنزل عليهم بالفراخ المفرومه بتاعتنا واقلبهم كويس قوي. بعد لما اقلبهم كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، انا لقيت الخليط بتاعي طري، فاضطريت ان انا ازود كوبايه من البقسماط المطحون ورجعت قلبته كويس، بس يكون بيلزق في ايديكي كده. هسيبه بقى يرتاح في التلاجة لمدة نص ساعة على الاقل. ده بيكون شكله بعد نص ساعة بيلزق شوية في ايدك. ما تخليهوش ناشف قوي عشان ما يطلعش صباع الكفتة منك مكتوم. هسيبه بس حوالي نص ساعة كده في التلاجة. بعد كده بقى انا جبت سيخ، عندك بقى معلقه خشب، سيخ، اي حاجه تقدري تصبعي عليها وهتشكلي زي ما انت عايزه بالحجم اللي انت عايزاه. انا شكلته بالطريقه ديت، الحجم ده كان مناسب قوي. كملت الكميه كلها بالطريقه دي، ما شاء الله طلع معايا حوالي 70 صباع. شايفين ما شاء الله جمال ازاي، موفرين جدا. لو حبيتي تخزنيهم بقى بالطريقه دي لحد الخطوه دي كده، وهتحطيهم في الفريزر في اطباق كده وهتدخليها في الفريزر وهتطلعيها على الاستخدام على طول. في طاسة بقى على النار، مش هنستخدم فرن ولا اي حاجة، هي كفتة سريعة قوي. معلقة واحدة من الزيت، هنسخنها كويس قوي وهننزل بالكفتة بتاعتنا. ما شاء الله شايفين متماسكة ازاي، مش فكة ولا اي حاجة. شوية بقى على الوش ده وشوية على الوش ده، بس تاخد اللون نقلبها على الوش التاني. شايفين ما شاء الله متماسكة جدا. هنكمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي. انا جبت قطعة من الفحم حطيتها في النص كده، ودي خطوة اختيارية براحتك، وقفلت عليها بالطريقة دي. وهنا عملت فرشة من البصل والبقدونس والسماق، وهبتدي اقدم عليها الكفتة، وجنبها هنا العيش السوري. قدمتها انا مع العيش السوري، ما شاء الله بيبقى حلو قوي معاها. وده بيكون شكلها في الاخر. يعني مش عايزه اقولك كده حاجه، ولادك هينبهروا بيها، هينبهروا بيها بمعنى الكلمه. وهتديكي كميه رهيبه بجد، من 700 جرام بس من صدور الفراخ. شايفين عامله ازاي، طريه جدا وجوسي جدا جدا من جوه، وحاجه ما شاء الله بجد. هتجربيها وهتدعيلي. شايفين عامله ازاي.
لو عجبتك بقى الوصفة اوعي تنسيني باللايك والشير والاشتراك في القناة.